اللي مش هيرضى ياكله معاكي في الصيف هيحبه جدا منك في الشتاء. الرز بالعدس الأصفر أو الكشري الأسكندراني. أنا عامة تلك الحالتين أنا بعشقهم وبموت فيهم، وليا كده هو طريقة خاصة جدا بحب دايما أعمله بيها. يلا بينا بقى نشوف الطريقة وهيطلع معانا مفلفل كده ازاي. أول حاجة أنا معايا مادة دهنية اللي هي الزيت، وهنزل كده ببصلاية حلوة كبيرة وهحمرها. طبعا ده كان بصل فايض عندي من بتاع الكشري، نزلت بيه واشتغلت بيه، عملت له كده إعادة تدوير. بعد كده ما سخنته نزلت بجزراية كبيرة مبشورة، وحطيت عليها قرن فلفل حامي الاتنين كده وبشرتهم مع بعض. اول ما ابتدت كده تاخد معايا تشويحة الجزر، نزلت ب3 كوبايات رز مصري عادي خالص مغسول ومتصفي ومنقوع. وبعد كده نزلت كمان نفس الكوباية اللي عيرت بيها الرز، هي الكوباية اللي عيرت بيها العدس الأصفر. كوباية كده عدس أصفر مغسولة ومتصفية كويس جدا. هنقلبهم كده بقى مع بعضيهم لغاية لما يتشوح. البهارات بتاعتنا هتبقى عبارة عن ملح وشوية بهارات وسن صغيرة جدا من الكمون. وهنبتدي ان احنا برضو نشوحهم كده تشويحتين 3 مع بعضيهم. عندنا هنا بقى المية المغلية حطاها تغلي، هنزل بحوالي 5 كوبايات من المية المغلية، 3 كوبايات من المية المغلية، وهنزل بكوبايتين من الشوربة. انا هنا الشوربة عندي كانت في التلاجة فملحقتش صراحة ربنا ان اطلعها واسخنها، بس لو انت حابة تعمليه بشوربة بس الطعم بتاعه هيبقى خطير، لان الشوربة بجد بتوديه في حتة تانية خالص. انا نزلت كده حوالي كوبايتين من الشوربة، وبعد كده ان انا قلبتهم كويس في بعضيهم. لقيته محتاج شويه ميه كمان، هبتدي ان انا انزل ببقيه الميه السخنه بتاعتي عشان بس تسخن لي الشوربه. بالطريقه دي كده هنبتدي بقى نغطيها ونسيبها لغايه لما يغلي، وبعد كده هنوطي النار عليها على الاخر، وهيطلع معاكي احلى كشري اسكندراني مفلفل. هتاكليه كده في الشتاء وتتدفي. لو مش عايزين ياكلوه في الصيف هياكلوه في الشتاء وهيعتمدوه. جنب منه كده بقى شويه بطاطس محمرين او بيض تسلقيه بعد كده ترجعي تحمريه، وهيبقى وجبة غذائية حلوة جدا لطفلك. الطفل اللي ما بياكلش الخضار تقدري تحطيه فيه. انا بالنسبة لي بحب جدا اكله بطبق السلطة كده ومش عايزة اي حاجة جنب منه. هو اصلا الجزر مع البصل بيديله طعم خطير وروعة جدا. جربي بس كده الوصفة ديت واعتمديها وصدقيني كلهم هيحبوها.